بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة إيمي بدر. وحشتوني كتير كتير. برحب بكل المشتركين على القناة. كل عام وحضراتكم بألف خير، عام سعيد علينا جميعا يا رب بإذن الله. طبعا عيد ميلاد بنوتي دارين، فحبيت ان انا اعمل تورتايه صغيره كده بمقادير الاسبونج اللي نعمله في البيت باذن الله، بمقادير الدقيق العادي بتاعنا. ان شاء الله المقادير مظبوطه. طلعت معايا التورتايه بالمنظر ده. وكمان حبيت ان انا ازوقها بكل سهوله كده، مفيهاش تعب خالص، وتديني المنظر الجمالي اللي احنا شايفينه ده. طبعا المقادير حبيت اعملها بالاكواب المعياريه علشان تكون سهله باذن الله، ونقدر ننفذها بمقادير مظبوطه ان شاء الله. آه، بطعم روعه ان شاء الله يعجبكم باذن الله. نبدا نسمي الله ونشوف مع بعض ايه الطريقه. معايا كوباية من الدقيق الأبيض، نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من النشا، ربع كوباية كاكاو خام، باكو بيكنج باودر، وباكو فانيليا، 3 بيضات، وكمان نص كوباية من المية، معلقة صغيرة من الخل، ذرة من الملح. حطيت الفانيليا على البيض كده بالمنظر ده. ابدأ بقى ان انا انخل الدقيق حبة حبة كده، بنخل كل المواد الجافة بتاعتنا. طبعا لو حابين اسبونج فانيليا ما بنحطش الكاكاو، وبنخليها ربع كوباية من الدقيق، يعني كوباية وربع من الدقيق. ده مقدار الاسبونج بتاعنا. بس بنخل كويس جدا كل المواد كده مع بعض. خلصت الدقيق، هبدأ كمان اضيف عليه البيكنج باودر. بعد كده بضيف النشا والكاكاو. بنخل كل المواد دي كده ودخل فيهم هو علشان يساعد على ارتفاع السبونج معايا. بس دي النشا. طبعا يفضل ان يكون في محسن جل، بس انا مش عندي بصراحة. هنا ضفت السكر. بقلب طبعا كل المواد دي، بدخلها كلها في بعض كده كويس. بعد كده هبدأ ان انا انزل بالثلاث بيضات، وكمان احط نص كوباية من المية. ببدأ ان انا اضرب الخليط ده كويس جدا. وبعد كده بضيف ذرة الملح ومعلقة صغيرة من الخل. بس لازم بضرب الخليط ده يعني مدة لا تقل عن 8 دقايق 10 دقايق. ادي كده ذرة الملح. بس بعد كده بكون مجهزة صينية مقاس 22، دهنها بالزيت كده دهنة بسيطة، وابدأ ان انا اصب فيها كل الخليط بتاعنا ده. طبعا انا مستمرة في الضرب بس علشان يبقى القوام معايا كده عالي بإذن الله. بس كده ببدأ ان انا بقى آه بضيف الخليط كله عندي في الصينية. زي ما احنا شايفين قوام الخليط اهو. خفيف. طبعا بدخلها على الفرن، بخبط بس الصينية خبطتين كده على الرخامة الاول. بعد كده بدخل الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. ان شاء الله الخليط مش بيحتاج معايا ان هو يقعد كتير قوي في الفرن. بس هنا ببدأ ان انا اجهز الكريمة. كوباية كريم شانتيه من بودر خام، عليها كوباية الا ربع من اللبن المثلج، وكمان عليها معلقتين كبار من العسل النحل، عشان بس مش عندي سكر بودر فحبيت ان انا اضيف عسل لتحلية الكريم. بس طبعا بخلصها بقى، بوصل للقوام المناسب للكريمة. بعد كده ببدأ ان انا اجهز معايا جناش شوكولاتة. بعمل كوباية من نص كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، نص كوباية كاكاو خام، ونص كوباية من الزيت. بضيف كل المكونات عندي كده في الخلاط زي ما احنا شايفين. بس بضربها كويس لغاية ما بوصل للقوام اللي انا عايزاه لصوص الشوكولاتة اهو زي ما احنا شايفين كده. جميل قوي، مقادير مظبوطة وجميلة جدا. نبدأ بقى هنا كده معايا التورتات اهي زي ما احنا شايفين. واحدة مقاس 22، واحدة مقاس 24.
بس عشان ما كانش معايا صينيتين نفس المقاس، فحبيت ان انا آه اعمل نفس المقدار في صينية اكبر شوية، مفيش مشكلة. وبعد كده انا اظبط الاتنين على بعض واشيل الزيادات. طبعا معايا واحدة فاتحة وواحدة غامقة، علشان بس نوع الكاكاو هو اللي اختلف. كان عندي كاكاو خلص وجبت كاكاو تاني، فهو ده فرق الفرق في اللون، بس مش المقدار، لكن المقدار هو مظبوط. بس بدأت ان انا اظبط الكيكات كده على بعض، اشيل الزيادة. طبعا الزيادة ده ان شاء الله هعمل بيه برضو طبقة تانية زيادة للكيك. ببدأ ان انا بفتح كل تورتاية على جزئين كده. وكمان عاملة صوص فراولة، حبيت ان انا اسقي بيه الكيكة طعمها، بس تطعيمة اديلها تطعيمة حلوة. والكريمة عاملاها لونها ابيض. دارين طلبت الكريمة تبقى كريمة الحشو لونها ابيض، فحبيت اعمل لها اللي هي عايزاه. بس ببدأ بقى ان كل طبقة احطها لازم بسقيها. يعني الاسبونج ده بيحتاج ان هو يشرب عسل كتير، عشان بس نبقى عارفين. طبعا دي الطبقة اللي انا لصمتها كده، جمعتها وعملت بيها طبقة زيادة في التورتاية عشان تعلي معايا ارتفاع التورتاية. بس هي التورتاية ما شاء الله يعني عملت 5 طبقات. بس ببدأ ان انا طبعا حضرتك عايزة تضيفي بقى حشوات، مثلا شوكولات شيبس، فواكه مسكرة، كمبوت، مربى، اي حاجة بقى اضافية حضرتك تحبي تحطيها. بس هنا بقى كده عملت كمان كريم لونها كافيه عادي، برضو بنفس المقادير الكريمة بتاعتنا، بس بزود عليها شوية من الكاكاو الخام. بس ببدأ ان انا بجلس التورتاية بتاعتي كويس جدا كده بالمنظر ده، بسويها كويس وبظبطها خالص من الجناب ومن والسطح بتاعها كده زي ما احنا شايفين. طبعا كان عندي بقى كنت جايبه تورتايه محتفظه بالغلاف بتاعها، فقلت اغلف بيه برضو التورتايه اللي انا عاملاها كده بالمنظر ده. وهبدأ بقى ان انا اعمل روزيتات كده بسيطه من فوق على اجمل بيها شكل التورتايه بتاعتي. طبعا داير ما يدور كده، حاجة بسيطة سهلة كده، مش محتاجة يعني خبرة ولا اي حاجة. بكل بساطة كده تزيين سهل وسريع، وفي نفس الوقت بيدي شكل جمالي في النهاية يعني. بس بدأت كده ان انا بقى اجيب صوص شوكولاتة واحطه في المنطقة اللي في النص ديت. ابدأ اوزعها كويس جدا برضو بظهر المعلقة كده، بظبطها او اسباتيول، اي حاجة بقى عند حضرتك متوفرة بت تظبطي بيها يعني الشكل. بس عندي بقى جبت شوكولاتات، ده شريط الستان الاحمر بقى برضو محتفظة بيه. فطبعا ربطت بيه التورتايه كده برضو عشان يبقى شكلها جميل. جايبة شوكولاتات صغيرة كده، بدأت ان انا ازين بيها، اجمل الشكل. برضو البنات بتحبها قوي، فحبيت ان انا احطها على التورتايه كده بالمنظر ده. كمان جبت بقى فراولة، حطيتها في صوص الفراولة علشان بس تبقى شكلها بتلمع وشكلها جميل. بدأت برضو ان انا ازين بيها التورتايه كده بالمنظر ده، بس عشان تدي شكل احلى. طبعا باني فيها صوص ساقيها بصوص الفراولة، فاجمل كمان بالفراولة يبقى فكرتها جميلة. هنا نقلت التورتايه بس حطيتها على قاعدة خاصة بالتورتات، علشان بس يبقى الشكل مظبوط 100%. بس هنا بقى كتبت اسم دارين بظهر المعلقة كده، حفرته على صوص الشوكولاتة علشان بس ما كانش عندي حاجة اكتب بيها، فحبيت ان انا برضو اسهل على نفسي كده، وفي نفس الوقت برضو كان شكله جميل. من الاخر بقى تورتيه عجبت دارين جدا وطعمها كان تحفة. ان شاء الله اتمنى تجربوها وتبقى سهلة. ودي شكلها كمان من جوه اهي الطبقات جميلة جدا. بس بكده اكون خلصت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اتمنى لو اول مرة حضرتك تشوف القناة تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.